هالأكلة ما بتفارق سفرتنا، لازم تكون حاضرة بالجمعات والعزايم. جربوها على طريقتي بعجينة هشة ومقرمشة وب3 مكونات بس، مع حشوة الجبنة يلي بتشهي القلب. ما تنسوني من اللايك للفيديو، ويلا نحضر أطيب سمبوسك. بحتاج 3 أكواب من الطحين، طحين أبيض متعدد الاستعمالات، لازم انخله قبل ما استعمله. ضيف له نص معلقة صغيرة من الملح، و3 معالق كبار من نشا الذرة، وكمان معلقة كبيرة من البيكنج باودر. بحركهم مع بعض حتى يختلط النشا مع الطحين. إضافة النشا رح تخلي العجينة هشة ومقرمشة. برجع بضيف لهم 2 معلقة كبار من الزيت النباتي، و2 معلقة كبار من السمنة. لازم تكون نكهة السمنة طيبة لأنه هي اللي رح تعطي الطعم الطيب للسمبوسك. بلش بفرك فيهن حتى تتغلف كل حبة من الطحين بالمادة الدهنية يلي ضفتها. بهالطريقة بعطي العجينة قرمشة وقت القلي. وقت يصير عندي الطحين بهالشكل مثل الرمل المبلول، بلش ضفله المي الدافية على دفعات. كمية المي بتفرق حسب نوع الطحين يلي عم استخدمه، ممكن احتاج أقل من كوب أو أكتر. وضل بعجن حتى يصير شكل العجينة هيك ناعمة وما بتلزق. لازم ريحها نص ساعة قبل ما بلش اشتغل فيها. بهالوقت رح حضر عجينة الجبنة يلي بدي احشي فيها السمبوسك. بطنجرة على النار رح نعمل البشاميل. أول شي بضيف معلقة كبيرة من الزبدة وشوي من الزيت النباتي، بخليهن حتى يحموا وتبلش تذوب الزبدة. برجع بضيف معلقة كبيرة من الطحين، بحركن حتى الطحين يتحمص ويشرب نكهة الزبدة. بس شم ريحة الطحين طلعت، ببلش ضيف الحليب بالتدريج. الحليب دافي هون مانو بارد. كل ما الطحين شرب الحليب رح ضيف كمية جديدة. اني ضيف الحليب على دفعات ما بيخلي الطحين يعمل كتل. بس شرب الطحين كمية الحليب كلها وصار قوامه هيك سميك، ضيف كوب من الجبنة. عم استعمل جبنة الأشقوان، فيكن تخلطوا موتزاريلا مع أشقوان. بلش بحرك حتى تدوب الجبنة وتختلط مع البشاميل. ما رح انسى الملح، بضيف رشة صغيرة ما بكتر لأنه الجبنة فيها ملح. برجع بضيف لها معلقة كبيرة من حبة البركة، بعملن حركة خفيفة. بشيلن عن النار وبخليهم حتى يبردوا تماما قبل ما استعملن. هاي العجينة بعد ما ريحتها نص ساعة رح بلش افرد فيها. بفردها حتى تصير رقيقة، ما لازم خلي العجينة سميكة. كل ما كانت رقيقة كل ما كانت أطيب وأطيب وبقرمشة وقت القلي. بقطع العجين مستطيل وبلش شيل الزوايد حتى تعطيني شكل مرتب.
وبلش بوزع عليها حشوة الجبنة. شوفوا كيف جمدت بعد ما بردت. لحتى سكرها منيح رح أدهن الأطراف بخليط من المي والطحين، هيك بضمن إنه العجينة ما رح تفتح وقت القلي. بسكرها وبضغط على الأطراف حتى يلزقوا ببعض وبرجع بقطعها. بسكر الأطراف بالشوكة وبعطيها كمان شكل حلو للعجينة. يلي ما بحب هاي الطريقة في يستعمل كمان قوالب السمبوسك بالتشكيل. حتى حبة البركة ما توقع عن العجين بدهن من خليط الطحين والمي على قطع السمبوسك وبرش عليها حبة البركة. بضغط عليها شوي حتى تلزق فيها. بهالمرحلة فينا ندخلهم على الفريزر، وقت يجمدوا منعبيهم بأكياس ومنفرزهم. إذا بدنا نقليهم دغري قبل ما نقليهم لازم ندخلهم على البراد ساعة حتى تبرد العجينة والحشوة يلي بقلبها، وبقليهم بزيت غزير حرارته وسط، وبضل بقلب فيهم حتى ياخدوا لون أشقر حلو. العجينة ما بتاخد وقت، دغري رح تستوي معنا. شوفوا كيف حبة البركة ما وقعت عن العجينة وضلت ثابتة. جربوها على طريقتي ورح تاكلوا أطيب سمبوسك بعجينة رقيقة ومقرمشة والحشوة ما طلعت برا والريحة ولا أطيب. ما تنسوني من اللايك للفيديو والاشتراك بالقناة، وبشوفكم بفيديو جديد.